سلام، مرحبا بكم في قناة يوميات أم راسين. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وتكونوا بصحة جيدة يا رب، وتكونوا هانيين متهنيين يا ربي آمين. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكم، وإن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة وتجربوها وتخليوا لي رايكم في التعليقات، وديروا لي جيم وكومنتار كالعادة. بتكبر القناة تاعنا. جبت لكم وصفة تاع الكيك مسكوتشو، بزاف بنين هشيش. قد ما نشكر لكم فيه قليل، وراهي الصورة تعبر عن نفسها. نبداو الوصفة تاعنا. عندي في الكيك هذا عندي 2 بيضات. اطرقش المول تاعي راهو مقدر مش كبير بزاف. كي تحبي ديري في الكبير هنايا، انا هنايا درت 9 مغارف من كل شيء، انتي ديري 12 مغرف من كل شيء في المول الكبير طال. هنايا عندي 2 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. وعندي مبشور حبة برتقال. ها انا هذو خدمتهم، المبشور اللي شاركت معكم من قبل التدبيره هذه، نخدمهم ونحطهم في المجمد كي نحتاج نجبد. وهنايا عندي عطر الليمون، ما عندكش مبشور البرتقال ديري مبشور الليمون، ما عندكش ديري عطر الليمون. كما درت انايا، درت العطر ودرت مبشور، جات فيها واحد النسمه هايله. ومن بعد بديت ندير في خلطتهم مليح الساعه هذا مع بعضهم مليح مليح. ومن بعد وليت درت 9 مغارف تاع سكر. نعاود ونكرر، اذا المول تاعك مقدر برك ديري 9 مغارف وتجيك طالعه ما شاء الله. اذا عاد المول تاعك كبير خلاص ديري 12 مغرف من كل حاجه. هنايا نبداو نديرو السكر تاعنا، نديرو 9 مغارف. مم. ومن بعد نبدا نضرب مليح السكر مع البيض، حتى يتبدل اللون تاعو، يرجع للابيض، يرجع الخليط تاعنا ابيض. وكي تعودي تضربي فيه السكر اللي جاك على الجوانب هبطيه وزيدي ضربيه مليح. شوفي كيفاه تبدل اللون تاعو. اللي حبت تدير بالفوي دير، اللي حبت تدير بالباتور تاع روحها دير، انا درت غير بالفوي. ومن بعد نروحو نديرو الحليب، نديرو 9 ملاعق تاع حليب، يكون اسمه بارد، يكونش بارد بزاف، فيضيه وخليه يبرد في عقلو وخدمي به، ولا ديري هذيك مباشره هذيك تاع كونديا. ديري 9 مغارف وزيدي خلطي مليح. كل ما نضيفو حاجه نخلطو مليح. ماما هنايا نزيدو 9 مغارف تاع زيت. ونزيدو ونخلطو مليح. جربوا يا البنات والله هايل، بزوج بيضات برك ويجي طالع ما شاء الله. نزيدو نخلطو مليح. هنايا نديرو مغرف كبيره تاع خل، تبدلها واحد الهشاشه ويطلع لك هذاك المسكوتش ويجيك ما شاء الله. دوكا المسكوتشو عادو يديروهم في الاعراس هكذا، رانا نشوفو فيهم كامل في المواقع التواصل الاجتماعي كامل المسكوتشو هذا. من بعد نديرو 9 مغارف تاع فرينه نغربلوهم، كل ما تلوحي مغرف غربليها حتى نكملو الفرينه تاعنا. كان ما نديروهمش بومبي بزاف وما نديروهمش شويه برك.
ها، ومن بعد نزيدو خميرة الحلويات. عندي باكي ونص، اسمها 15 غرام تاع خميرة الحلوى. ثاني هي نغربلوها. ونخلطو مليح. من بعد واش نديرو؟ اذا عندك ليمون، عصير تاع الليمون، عندك الليمون، عصري الليمونه تاعك وصفيها وزيدي الكيك تاعك بالمغرف حتى تحصلي على واحد القوام مش خفيف بزاف ومش ثقيل بزاف. حوالي 3 مغارف هكاك. على المول هذا، اذا هذا المول الكبير قدر يديك حتى 4 5 مغارف. انا ما كانش عندي متوفر، درت كان عندي جي هذا تاع رامي. ثاني مد واحد الكو هايل في الكيكه تاعي، درت 3 مغارف، درت 2 مغارف وخلطتهم، بعد زدت مغرف. ها، واذا ما عندك لا عصير ليمون ولا جي هذا تاع رامي ولا اي جي، ديري الماء، ديري في بلاصتهم الماء، ما يكونش سخون بارد، عادي من الحنفيه، ولوحي بشوي. شوفي القوام تاعك كيفاه يجي تاع الخليط تاعي. ما يجيش خفيف بزاف وما يجيش ثقيل بزاف. هنايا في المرحله هذه كي نفرغوه هنا باه نروحو نشعلو الفور تاعنا ونخليوه واحد 4 دقائق هكاك، ومن بعد نشعلولو غير من التحت ونقصولو ل180 درجه ونخليوه يطيب في غرضو حتى تشوفي الجوانب هذوك احمروا باه تشاليلو من الفوق. وما تفتحيش عليه كي تلوحيه في الفور، ما تفتحيش عليه وطلي، خلي حتى تفوت واحد ربع ساعه باه تطلعي عليه. والمول تاعنا كنت انا دهنته بالزيت والفرينه وكثرت شويه. انتي حاولي ما تكثريش، انا من بعد هذا كامل نحيته بالموس. ديري غير، ديري الاحسن ديري زبده ورشي شويه فرينه. شوفي كي نحيت الاخر هذاك الفرينه والزيت اللي جاو من الفوق، جا واحد المسكوتشو خفيف. من بعد التزيين يبقى ليك اختياري. انا هنا درت معجون تاع المشمش ودرت فيها سكر كلاصي على مكان. رشيت عليها سكر كلاصي والتزيين يبقى ليك. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم. ما تنساوش تخليوا لي جيم كومونتير، واللي دخلت القناه جديده هنقول لك حبيبتي ما تنساش تخلي لي اشتراك وتفعيل زر الجرس هكا بيوصلك كل جديد. وحنايا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم، دمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو في الفيديوهات المقبله ان شاء الله مع وصفات جديده. مع السلامه.